السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. اليوم حلقتنا إن شاء الله حتكون سلسلة من المواضيع تتعلق بموضوع القواعد الذهبية لتربية الأبناء. من الشيء البديهي والمسلمات في حياتنا، نحن لما عايزين نبني بيت أكيد نركز أو نكون نحن متأكدين تماما إنه القاعدة أو أساس البيت يكون سليم، وإلا يعني حنكون إحنا خسرنا كل أموالنا. فهذا يعني إذا كان في حياتنا العامة في بناء البيت اللي هو جانب مادي فقط، فما بالكم في تربية أبنائنا. أبنائنا هم يعني الثروة الحقيقية وهو الاستثمار الحقيقي اللي كل مرة نحن نعيد هذه النقطة وهذه المعلومة في كل حلقاتنا. الاستثمار الحقيقي هو استثمار الأبناء، ونحن وإحنا نبني ونستثمر في هذا الاستثمار طويل الأجل أحيانا قد نرتكب أخطاء بقصد أو بدون قصد، وهذه الأخطاء اللي نرتكبها في من أبنائنا من يتجاوز هذه الأخطاء وإنه يستطيع أن يعني ينمو ويكبر وخلاص، يعني ربما ما تأثر عليه هذه الأخطاء اللي تحصل منا نحن كأولياء الأمور. وفي من الأبناء اللي ما يستطيع يتجاوز هذه الأخطاء، بل بتكون هي مصاحبة لهذا الابن مدى الحياة، وتكون هذه من الأشياء اللي تنتج. أحيانا يقول لك الابن عاش في حياة أسرية كانت كلها مشاكل، ضغوط، عاش في هذه البيئة الغير داعمة وخرج إلى المجتمع وهو بهذه المشاكل. وأحيانا يصل الأمر ممكن يكون يتولى مناصب في أي دولة ويكون هو يعني من الطغاة ومن الحكام المستبدين. طيب نحن حتى ما يحصل هذا الأمر، حتى نبني هذه القاعدة الصحيحة، حتى نبني هذه القواعد السليمة، ما هو الطريقة الصحيحة، ما هي الأساليب الصحيحة، ما هي القاعدة السليمة اللي من خلالها نحن نستطيع أن نربي أبنائنا. أول بداية القاعدة الأولى اللي هي أول الاطلاع والقراءة في جانب التربوي. يعني أنا أقول خاصة للأخوات، يعني إذا كنا إحنا كأمهات كزوجات كأنثى، يعني أنا لو عايزة أعمل لي أكلة معينة أو طبخة معينة لابد أن أقرأ مكوناتها وأفتح اليوتيوب وأشوف كيف طريقة عملها. فما بالكم بأن أنا عايزة أربي ابني. فمن الأشياء يعني حقيقة من الأشياء الأساسية جدا والأشياء الهامة، طالما أنا ربنا أكرمني وكونت أسرة وأصبحت لي أسرة خاصة، أو يعني أصبح لي كيان خاص بي أنا كأسرة، لابد أن أقرأ كيف أربي أبنائي، أعرف ماذا عن تربية الأبناء، ما هي التغيرات اللي تمر على الأبناء. وهذه المادة اللي أنا ممكن يعني ندرسها في الجامعة، اللي هي مراحل هي تطور النمو بالنسبة للإنسان من هو طفل إلى مرحلة الرشد. ليس يعني بالضرورة إنه أنا أقول الأخوات يتعمقوا أو حتى الزوج نفسه، هذا الموضوع ليس خاص بالأم أو الزوجة، بل هو يعنينا إحنا كلنا إذا الأم والأب. على الأقل المعلومات الأولية، أنا أعرف مثلا لو اتصرف ابني في عمر كذا من عمر 1 ل3 سنوات في بعض التغييرات تحصل، على الأقل تكون عندي معلومات، أنا أكون عارفة إنه مثلا لو عمل كذا هذا يتعلق بمرحلة النمو. وقس على ذلك يعني كل المراحل لها تغييرات معينة، والتغيير وهي المراحل الأولى تؤثر في المراحل اللاحقة. هذه قواعد فيما يتعلق بموضوع اللي هي علم النفس النمو. فالقاعدة الأولى لابد نحن يكون عندنا اطلاع، معرفة، نسأل المختصين. والآن ما شاء الله يعني الوسائل كلها يعني فيها كل ما يعني نتخيله، فيها ما يصلحنا، وفينا في أشياء أنا أخذ ما يناسبني، ليس فقط من الوسائل حتى من خبرات الآخرين اللي مجتمع اللي حولي، يعني الأسرة الممتدة، الخالة، العمة، الجدة، هم بالنسبة لي مصادر للمعرفة.
هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية، القاعدة الثانية هي من ضمن القواعد الذهبية، ربط تربية الأبناء بالله سبحانه وتعالى. أول من نحن لأنه الزواج أصلا قائم على سنة الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. طيب إذا كان، وهذه النقطة يعني تعرضنا إليها في منهج التربية، إذا كان الزواج مبني على هذه القاعدة، على هذا المنهج، لابد أن أول يكون نيتي أن أنا إنجابي للأبناء أنه يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، أنه أنا أخلص النية، يا الله يعني يا رب إذا أنت أعطيتني هذه الذرية، أنا نيت يعني مثلا النية الخالصة تكون أنه يكون هذا الابن امتداد لي بالعمل الصالح، وتكون هذه الذرية أنه يعني تكون هي ذرية صالحة، بحيث أنه كما جاء في الحديث ابن صالح يدعو له. فنحن أبناء ليس للدنيا، لكن نحن أبناء يكون من الأبناء الصالحين الذين يدعو لنا بعد مماتنا، يعني يكون هم بالنسبة لنا هذا الصدقة الجارية. وهذه النقطة اللي هي ربط الأبناء بالله سبحانه وتعالى، يعني كثير من الآيات وضحت. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان الله، هذه الآية توضح لنا الإنسان أولا يبدأ بنفسه. أنا حتى أربي تربية إيمانية، تربية إسلامية صحيحة، لابد أن أنا في نفسي أولا أنا أحمي نفسي. يعني لما ذكر الله سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم، نحن كيف نحمي أبنائنا، كيف نجعل هذه الوقاية التربوية الإيمانية الروحية، وهي أساس كل شيء. ويعني فما بالكم الآن في الوقت نحن نعيشه، يعني الآن يعني أنا مالي وحدة أربي هذا الأب، في من يربي معي جميع هذه الوسائل، جميع هذه الأجهزة التي هي داخل بيوتنا، بل بالعكس هي يكون الطفل وهو نائم تحته جوالهم. طيب في مربي معه 24 ساعة ما يتوقف أبدا اللي هو الجوال. إذا كان أنا كوالي أمر، إذا ما كانت ودعت من أولويات إنه كيف أنا أجنب ابن هذه النار بهذه أولا من خلال هذه الممارسات اللي يكون عندي مع ابني جلسات، ناخذ لنا مثلا حديث، نقول له ابني ايش رأيكم اليوم نقرأ هذا أحاديث صغيرة، مثلا حب لأخيك كما تحب لنفسك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ربط الابن بكل ما يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الوسائل اللي تجعل الأبناء يتقربون يعني يتقربون إلى الله وإلى الطاعات عن طريق الحب، واللي هي زي ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا في الجسد مضغة إن صلح صلح الجسد كله وإن فسد فألا هو القلب. نحن نبدأ في الجانب الوجداني في أبنائنا، نحبب إليهم الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. مثلا لما أنا أشرب الماء أقول له بسم الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. لما أنا أخرج برا أقول له يا ابني شوف الله كيف خلق هذه الأشجار، كيف خلق هذا الكون، سبحان الله كيف خلق الإنسان وأعطاه الإمكانيات يفكر ويبدع. يعني سبحان الله أفأنفسكم أفلا تبصرون. يعني الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات ودع التفكر، وأن نحن نستصحب أبنائنا من خلال هذه النماذج الحية. نحن نذكر الله في كل شيء. مثلا إذا الابن لبس ملابس جديدة يحفظ الدعاء ويقول الحمد لله أنه ربي أكرمنا، وأن مثلا يقول إن أبي عنده يعني جاب لهذه الملابس، هذا رزق من الله. فهذه التربية الإيمانية، التربية اللي نقرس من خلالها محبة الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما نحن يكون نبدأ بالترقيب أكثر من الترهيب. يعني فهذا تستحضرنا قصة في واحدة من الأخوات في كندا تقول لي يا دكتورة الآن أبنائنا أصبحوا ينفروا من التعاليم الدينية، ويقول دينكم كل شيء تقوله حرام حرام. فيعني للأسف هذه الطرق الخاطئة في يعني اللي هو كيف ننمي الجانب الروحي في الأبناء، وهذا واحدة جزء هام جدا فيما يتعلق بعلم النفس النمو في الجانب الأخلاقي والجانب الروحي. أنا أحبب كيف إلى ابني أن أكون أنا في نفس القدوة، أبدأ له بالأشياء أنه الله سبحانه وتعالى نبدأ، حتى نحن نبدأ نقول كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم.
فأنا أشرح له ليش نحن دائما نبدأ بهذه الصفات، إنه الله الرحمن الرحيم، الله غفور رحيم. فنحن نعلم أبنائنا ونعزز فيهم ونغرس فيهم هذه محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أحب، يعني إذا أحب الطفل، إذا أحب الله سبحانه وتعالى حيلتزم بالأوامر، وحيكون الابن حريص جدا في تعاليمه، ويكون الابن نفسه ملتزم بالصلاة. وهذا يظهر لنا، يقول الابن، لو لاحظت حتى الابن لما يقول يا بابا أنا أحبك، عشان أنا أحبك مثلا صليت في وقته، لأنه عارف إن الوالد أو الوالدة بتحب هذه الأعمال الطيبة. هذه القاعدة اللي هي الجوهرية، القاعدة الأساسية، اللي هي نربط تربيتنا بالله سبحانه وتعالى، وتكون هذه نيتنا خالصة لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجزئية يعني يمكن صورة عظيمة جدا موجودة، صورة آل عمران، كيف هذه الصورة تبين لنا يعني مريم، يعني هي من السيدة نساء الجنة، كيف أمها يعني كانت تقول نظرت وهي يعني سبحان الله، يعني كانت هذه الذرية الطيبة. هذا دليل كبير جدا على أهمية أن تكون نيتنا في تربيتنا، نيتنا في إنجابنا، نيتنا في أنه ربنا أعطانا هذه النعمة، نعمة الأبناء، أن احنا نجعلها خالصة لله، وأنه نبتغي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني يكون لنا لقاء آخر، وسلسلة كما ذكرت حتكون عندنا سلسلة من الحلقات فيما يتعلق بموضوع القواعد الذهبية في تربية الأبناء. إلى أن نلقاكم في اللقاء القادم بإذن تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.